اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم أميرة سلامة. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفطاير القمر دي. طبعا هي بتتكلم عن نفسها، مفيش شياكة ولا جمال ولا سهولة بالطريقة دي. اتفرجي على الفيديو وقومي اعمليها على طول، ولادك هيفرحوا بيها جدا جدا ومش هيصدقوا ان انت عاملاها في البيت. يلا بينا نعمل الحشو الاول. هنا انا عندي 4 كوبايات من الحليب، عليهم 4 معالق من السكر، وهضيف عليهم 4 معالق كبار من الكاستر. ممكن بدل الكاستر نشا عادي. هنقلب كويس. طبعا اللبن بارد، انا مولعه عليه البوتاجاز بس هو لسه بارد. هقلب كويس جدا بقى، وايدي هتفضل فيها على طول، بقلب باستمرار عشان ما يبقاش في اي تكتلات. قلبي كويس، وكل ما اللبن يسخن القوام هيتقل معاكي. طبعا القوام تقل اهو، قوامها كده حلو قوي عشان هي لسه لما بتبرد بتتقل اكتر، واحنا مش عايزينها تقيله قوي يعني. حلوه جدا. طبعا زي ما قلتلك ممكن بدل الكاستر نشا. قلبي كويس لغايه ما تلاقي فقاقيع كده ان اللبن غلي معاكي يعني كده تمام. هنفضيها بقى في بوله. شايفين السمك معانا عامل ازاي؟ هنفضيها في بوله تانية بقى عشان تبرد معانا. وطبعا هنغطي الوش بكيس بلاستيك وندخلها التلاجة تبرد. هنا معايا بقى نص كوباية من السمنة، ممكن سمنة على زبدة او سمنة على زيت او زبدة على زيت اللي انت عايزاه. انا هنا حاطة سمنة على زيت. وعندي هنا كريمة بردت معايا. شايفين قوامها تقيل اكتر ازاي؟ قوامها كده حلو قوي. وعندي لفة من الجلاش اللي هو زي ما بيقولوا كده فطاير السهل الممتنع. ودي فطيرة احمد امين، طبعا مشهورة جدا واكيد الناس كلها عارفاها. هندهن بقى الطبقة كويس جدا عشان تبقى مورقة معانا. طعمها تحفة تحفة جدا بجد يا بنات، لازم تجربوها. هنتنيها بقى 4/4، يعني تنيناها النص اهو، نتني النص التاني. طبعا هتستغربوا، هتشوفوا دلوقتي معايا هنعمل بيها ايه. هنجيب ورقة كمان، كل فطيرة بتحتاج معانا 3 ورقات. جبنا ورقة كمان، هندهنها دهنة كويسة من السمنة على زيت. وطبعا انا زي ما قلتلك المادة الدهنية دي ترجع على حسب الامكانياتك. هنحط طبقة تانية من الورق كده، دي تاني ورقة اهو، والتالتة اللي احنا مطبقينها على جنب دي ندهنها برضو كويس. دهنة كده كويسة. ودي بقى هنحطها في نص الورقة بالظبط اهو، يا رب تكون واضحة معانا. شايفين؟ حطها في نص الورقة بالظبط عشان نحط عليها الحشو. طبعا هتستغربوا اشمعنى حطيناها كده عشان نحط عليها الحشوة. عشان احنا لما نيجي نتني الفطيرة بتاعتنا التانية كله هيبقى من فوق، فبالتالي لو ما حطيتش طبقة الورقة دي هتبقى الطبقة اللي تحت خفيفة جدا وعدد الطبقات كتير من فوق. لكن بقى لما حطينا الورقة دي كده هتبقى متساوية فوق زي تحت، هيبقى سمكها حلو معانا. نتنيها كمان تانية. شايفين؟ ولا ابسط ولا اسهل من كده. شوف الفيديو قومي اعمليها على طول، ومكونات موجودة في كل بيت. نتني كمان مرة من الناحية دي ومن الناحية دي. تمام كده الفطيرة خلصت معانا. سهلة جدا واي حد ممكن يعرف يعملها. شايفين شكلها حلو ومتساوي ازاي؟ نعمل بقى واحدة تانية. يا رب تكون الطريقة واضحة قدامكم. نجيب ورقة
ندهنها كويس. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تعلق بكومنت حلو منك. نجيب الورقه التانية ندهنها كويس. طبعا نوعيه السمنه ونوعيه الزيت ان هو يكون نوع نظيف ده هيفرق معاكي كتير. احط الورقه التانية، وطبعا انا مجهزه صينيه جنبي مدهونه بالسمنه او بالزيت كويس جدا. شايفين الورقه دي معايا متقطعه شويه مش سليمه، طبعا هي مش هتبان لان هي الورقه التانية مش اللي تحت، فمادام جوه عادي. ندهنها كويس عشان نحط عليها اللي احنا مطبقينه. شايفين حطيتها في النص اهو، وهحط عليها الحشو. لفة الجلاش عملت معايا 6 فطاير، والكمية اللي احنا عاملينها من الكريمة دي جت بالظبط يا جماعة، الحمد لله. وانا قبل ما ابدأ بالوصفة خالص حطيت على النار كوباية من السكر وعليها نص كوباية من المية عشان اخليه شربات تقيل، يعني اسقي بالجلاش. طبعا ممكن تستغنى عن الخطوة دي وترشي سكر بودرة بس لو انت عايزاه مقرمش جدا معاكي، او ان انت بتجيبي كوباية من اللبن بتحطي عليها معلقتين كبار من السكر وتخليهم يغلوا وتسيبها يبرد، واول ما تطلع من الفرن بترشيها عليها، فاللي انت حباه والمتاح عندك. انا حبيت ان انا اسقيها بالشربات التقيل. شايفين حلوة جدا. يلا قومي اعمليها على طول. كده انا خلصت كله معايا. ده مقدار لفة الجلاش والكريمة. شايفين شكلهم حلو قوي، اللي هي تتاكل نية اصلا. انا كنت خلصت كمية السمنة نص كوباية، فجبت هنا معلقة عشان ادهن الوش عشان ياخد لون حلو معايا. يلا وانت بتتفرجي كده حطي لايك حلو منك، واشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ندهن كويس. شايفين شكلها حلو قوي. طبعا قبل ما ابدا في الوصفه انا مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره، واول ما احط الجلاش بتاعي هظبط درجه الحراره على 200. هتقعد فيها حوالي من تلت لنص ساعه، هتطلع بالقمر ده. شايفين الجمال وشايفين لونها دهبي ازاي، كلها واخده لون واحد، حلوه جدا جدا. طبعا لو الكريمه طلعت بره كده عادي ما تقلقيش، بتبقى فيها من جوه برضو. شكلها حلو قوي. ده هنا الشربات اللي قلتلكوا عليه بارد معايا. شايفين تقيل ازاي، هسقي بيه بقى. وزي ما قلتلك ممكن بدل الشربات سكر بودرة او لبن، اللبن بيطريها شوية معايا. طبعا بتتاكل سادة كده بألف هنا عايزي، لكن انا حبيت ادلعها شوية. حطيت عليها صوص لوتس ونوتيلا بيضة ونوتيلا بالبندق، شوية دلع يعني، مش هنتدلع كل يوم. شايفين شكل الفطاير حلو قوي ازاي. طبعا لو انت هتشتريها من بره هتشتريها بمبلغ جامد طبعا، وعلى ايه بأقل الامكانيات هنقوم نعملها لولادنا ونفرحهم. يلا اول ما تخلصي الفيديو قومي اعمليها على طول. شايفين الجمال. هنا انا قطعتها مربعات، شايفين متورقه ازاي من جوه، والحشو اهو طعمها حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. شوفوا الوصفه وقوموا اعملوها على طول، سهله جدا ومش هتاخد منك 10 دقايق. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.